السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه مجموعة من اللايفات الجزائرية، وغادي نشوفوا يا اخوتي واحد القصف عنيف للمغاربة والشعب المغربي ملكا وشعبا. وغادي نشوفوا الشعب الجزائري يعبر عن كرهه الشديد والصارخ والواضح للمملكة المغربية. خوتي جمعت لكم مجموعة من اللايفات كنتمنى تشوفوها. خوتي اعطوني الآراء ديالكم في الشعب الجزائري، هل فعلا تيحب الاخوه ديالو المغاربه او لا كنافقوا بعضياتنا وتنقولوا الشعار ديال خوا خوا. خوتي غادي نخليكم تشوفوا بعينكم وتحكموا، وتنتمنى تعطوني الاراء ديالكم في التعاليق، ونشوفوا الفيديو خوتي ونشوفوا في الاخير. الشيء الجميل يا اخ ميارة انه هذه الصوره وخاصه هذا العالم يفقس للعدو بطريقه ممتعه والله. واتمنى للجميع فقسه ممتعه. هذه للمره المليون يتبين أن المراكشيين والمراركه ماشي رجال. يتبين أن المراكشيين والمراركه ماشي رجال. رؤساء لجنه القدس اطلع نورمالمون، تطلع عندي تضرب في صدرك وتبين مآثر لجنه القدس على القضيه الفلسطينيه. تفضلوا الميدان يا حميدان، اطلع ورينا يا اخي الكريم. يوم الامتحان يكرم المرء ويهان، واحنا الان في الامتحان، هل سوف تكرم او تهان؟ تفضل اطلع ورونا حنة يديكم. صرعتونا يا اخي الكريم، نحن ننزل الى الشوارع بمسيرات مليونيه. حنايا عندنا مالك ورئيس لجنه القدس. تفضل يا سيدي، هيا يلا دوكا نحتاجو. انا باغي نعرفوا واش راهو يدير الملك اللي بعث الشقيقه تاعو قالوا اياك تهدر، اياك تهدر حيث اسرائيل حتحيد لنا البنطلون. ردوا بالك تهدر، ما تهدرش حيث اسرائيل وامريكا وفرنسا يشحلوا لنا البنطلون ويكشفوا لنا الوثائق والدواسه والملفات اللي راهم مخبينهم علينا. بالك تهدر. اعطينا رايك يا كريم، اعطينا رايك في الموضوع. الموضوع يعني اخو الملك، يعني صراحه بيني وبينك انا انسان فاقد الوعي، باقي غير يتفرج في البشر في المؤتمر ولا كلمه، يعني ما هدر حتى كلمه، وباقي غير يتفرج. انسان يعني تحت المخدرات، يعني هكا انتم راكم عارفين، انسان شمام بزاف، فاقد الوعي تاعو. فاش راح يهدر؟ ما عندوش كلمه يهدرها، لا هدر لا تخلع على ضربه. نعم. علاش؟ لا هدر القرعه تسنم عند اسرائيل. واش راح نديروا له حنايا؟ لا ذنبنا حنايا، مش ذنبنا حنايا. الشعب الجزائري معروف. سمعت؟ انا معاش، يعني كما نقول لك انا عايش مع المغاربه اكثر من 30 سنه، وانا عايش في، يعني كما عايش في اوروبا. قسما بالله انا عمري، يعني نقول لك يعني بكل صراحه، كنت يعني خرجت انا في، يعني في ايام التسعينات من الجزائر، ما كنتش نعرف هذه السياسه. كل شيء المغربي اللي نتلاقاه يقول لك عاش الملك، الصحراء المغربيه، عاش الملك، الصحراء المغربيه. هبلوني بها بلا عقل بلا عقل بلا عقل، وليت نموت على بلادي، نموت على بلادي لحد الساعه، ونتواجه معاهم باي طريقه، يعني حتى نتواجه معاهم حتى بالعنف صراحه. زين، بارك الله فيك، ونحييك على واحد النقطه نبهتني ليها. أبك مما يحسب الإخوة الكرام، مما يحسب على الإخوة الصحراويين وحتى الإخوة الجزائريين اللي سبقوا ودخلوا في المجال الإعلامي ولا في مجال مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم رغموا على المراركة ولاو يقولوا الصحراء الغربية المغربية. ما كي قدروش ينحوا الصحراء الغربية ولاو يقولوا الصحراء الغربية المغربية. مش اسكو لاحظتوا ولا لا؟ شكون اللي فعلا هي انه عبك في وقت مضى وين ما كانش هاد زعما وسائل التواصل الاجتماعي، وما كانش وين يقدروا يمروا الكلام تاعهم، كانت الصحراء الغربيه مصطلح يقال عادي. في المروك ما لا يوجد شيء اسمه صحراء غربيه. هنا اللي ولا الصحراء الغربيه المغربيه، لانه قبلها ما كانش المروكي، كان بيناتهم كيتناقشوا بيناتهم يقول لك الصحراء مغربيه وسالينا وسيبون، فهمتني؟ الان فرضت عليهم كلمه الصحراء الغربيه، ومن بعد كيتناقش مع مروكي مسكين كبر في البروباغندا المخزنيه يقول لك الصحراء الغربيه بحكم الجغرافيا
شايف نسبة للجغرافيا. مروك انت الصحراء تجيك في الجنوب، والموريتاني تجيه في الشمال، والجزائري تجيه في الغرب، والمكسيكي تجيه في الشرق. يعني لو كان نتبعوا 20 في عقل اللي تربى في المجتمع هذا، كل بلاد تعيط لها على حسب التوجه للوجهة تاعها، فهمتني؟ لو كان نتبعوك انت زعما. لا، الصحراء الغربية بلاد واسمها الصحراء الغربية، ماشي نسبة للموقع الجغرافي، ما عندها حتى علاقة، فهمتني؟ شغل كي تخمم شويه، نحي هذاك الشكاره تاع الزبل حاشاكم اللي عندك داخل مخك، ودير مخ وخمم شويه. ولو كان رقعه جغرافيه تسمى يتبدل مفهومها من بلد لبلد على حساب الموقع الجغرافي. ولكن لا، بلاد واسمها صحراء غربيه، ماشي الجغرافيا ولا الرقعه الجغرافيه، ما عندها حتى علاقه. نتوما سرقتوا اسم المغرب نسبه للرقعه الجغرافيه، عن بالكم الدول كاع كيما نتوما. هذا واش عندي نقول مدارة. نشكرك، بارك الله فيك خويا، سلام عليكم. شكرا جزيلا. الحديث على الكيان الصهيوني والحديث على الكيان المخزني هو حديث لا يمكن أن يتجزأ، لأنه حتى لو كان تشوف الراية تاع الصحراويين يعني فهموا اللعبة وفهموا التوازنات اللي كاينة في العالم، فجعلوا عالمهم هو عالم الفلسطيني تعربه النجمة والهلال. يعني هذه عندها دلالة كبيرة. ولو كان نولوا التاريخ نصيبوا بأنه ولا حتى الحاضر، يعني نشوفوا بأنه كلا الكيانين، الكيان المخزني والكيان الصهيوني، كلاهما كيانين محتلين، وكلاهما يمارس الاستيطان، يعني الاستعمار استيطاني، يجي يخرجك من الأرض تاعك ويجيب ناس حد آخرين. وكلاهما ليست من صدفة، ولكنها يعني بفعل فاعل، كلاهما داروا جرائم حرب. مصطاد ومخلي صحاب الزنزال برا، وهو سعيد يدخل هنا يشتم وما يهضرش على هذوك صحاب الزنزال، ما يهضرش على الفراوله، ما يهضرش على الخليج، ما يهضرش على شي يعيطوا لهم الزريبه، ما يحوش يفهم راسه مربع. الصحراء الشرقيه، الصحراء الغربيه، الصحراء اختناها، وين بلد محتل. نتوما ديجا محتلين من طرف اسبانيا، والبلد المحتل هاك انا هذه نعرفها، انا ما قاريش، انا ماشي سياسي، ولكن حاجه اللي نعرفها باللي ان البلد المحتل ليس له سياده. خصك تكون مستقل 100% باش تكون عندك السياده مثل الجزائر. فوالا نتوما محتلين، راكم في 4 قرون محتلين من طرف اسبانيا، ليس لكم سياده. فوالا ما تجيش تناقر جزائري، ما تستمش الشهداء. نتوما ما عندكم الشهداء، لو كان عندكم شهداء ما تسبوش الشهداء. انت ما تعرفش قيمه الشهداء. انا بهذوك الشهداء راني عايش الحياه، عايش لا بيضا لوكا، طالق روحي في الدار اقسم بالله، وداير لايف على لي ماروكوس، وراني طمع نخلص ما نتخلص، الحمد لله عايش غايه. يا صافي بليزير باينه هذه. هادو لي ماروشيين يعرفوا يضربوا غير الشهداء، هادو يشتموا غير الشهداء والصحراء الشرقيه. ونتحدى اي جزائري يطلع يجاوبني على السؤال، ونتحدى يتبعوا عليكم يا لي ماروشيان. فوالا لي ماروشيان، الخليج، الفراوله، الزريبه، ما كانش ما عندهاش تاريخ. المروكي ما عندهاش تاريخ. التاريخ تاعه هو يجي يتكلم على الجزائر، باسكو الجزائر عندها تاريخ، يجي يهضر لك على تاريخ الجزائر. ما عندهاش هو تاريخ، ليس له تاريخ، وممنوع اصلا يفتح تاريخ المغرب، باسكو عندهم قانون القاروره، عندهم واحد القانون تاع قاروره القرعتون. فوالا ما يتكلمش، ممنوع. انا كنت في المغرب ندخل القهوه تتحلى السوجي تاع المغرب تاع الملك، يهربوا قسما بالله القهوه تخوى، الله يرزيني في صحتي. وتدخل محمد كلمه راحت لك، عاود لي صوتك. قالت لي انا راني ضد الفتنه، راك فاهم؟ نعم سمعتني؟ قالت لي انا راني ضد الفتنه. قلت لها لا، قلت لها ماما لا راني ضدها. هي بدات تسال فيا، قالت لي لو كان يعطيو لك خبزه ويطيح معك واحد فرنسي وواحد مغربي وواحد اسرائيلي، قلت لها تولي لي انا نمد للمغربي ياكلها وما نمدش للفرنسي والاسرائيلي. قلت لها بيسك حنا خاوه. بعد قالت لي لو كان طيح كيما نقولوا في ماتش هكا والمغربي يمد لك الرايه تاع المغرب، قلت لها هما كي ربحت الجزائر هما خرجوا يديفيليو مع لي زالجيريان. وهذه عقل عليها، راك عاقل عليها هذه محمد، عاقل عليها غايه الغايه. من بعد نطق واحد اخر،
قال لي واش تقول في الصحراء؟ قلت له خويا احنا راه نحكوا شعبيا، ما راناش نحكوا سياسيين. قلت له ما تحكي لي سياسيين. قال لي انا سالتك وكذا منا. قلت له الصحراء للصحراويين. قلت له الصحراء للصحراويين. قلت له فوق الشيء هذا ما تزيدش تسقسيني. ينطق واحد اخر، نطق واحد اخر بدا قال لي ونحن اخوه في الاسلام وكذا ومنا. المهم ليسونسيال هضرنا دين، جاني دين هضرت له دين، حكيت معاه دين. من بعد طلعوا واحد اخر مغربي، طلعوا واحد اخر مغربي. المغربي هذاك اللي طلع واسمه حميد، انا غلطت وقلت له حميده، طيح لي خو محمد اسمح لي، هذا اللي يحكي لك عليها انت يا مدير لها ابوني انت. انت هي محمد. هذا اللايف تاع خوا مغربيه وافتخر، هي اللي فاتحه لايف. بارك الله فيك، مغربيه وافتخر، هذيك هي. نعرفهم واحد. انا جليل، انا نعرفهم واحد. هذيك اللي كنت طالع معها انا. يعني كنت ثم انا كي قالت لك نعطيك كسره، وكاين مغربي قدامك واسرائيلي وفرنسي، لمن وانت ما تقدرش تاكل الكسره لمن تمدها. المغرب زلزال الحوز، الناس مازالت يا رب العالي مازالت تحت البلاستيك هذاك معاك. مش هذا غادي تعاود على البلاستيك عامين عامين تحت البلاستيك، واحد ما شاف فيها. الحار خويا تاع الزلزال البارح تيبوني شركه درنا بالفيديو من اليوتيوب يورينا. قلت له دير لنا تاع الزلزال تاع الحوز تجبدهم قدام الناس، مازالت تعاني الناس، مازالت حسروك، مازالوا ما يسكنوهمش. يهضروا غير على الماكله، ما فهمتش انا. يا الماكله اللي يسمعهم يهضروا هذا تحسب انت راهم اكثر من غزه مساكين. نشوف مغلوبين على امرهم، مانيش عارف كيفاش، مانيش فاهم. انا نقسم بالله خويا ذاك يبغي ينطق حارفين الاحصائيات، شحال داو في هذيك الزنزله، شحال عطاوهم الامارات، شحال عطاتهم فرنسا، شحال عطاتهم اسبانيا، شحال عطاتهم الامريكان، شحال عطاتهم، قاعد ضمنوا معاهم. فين راهم هذوك الدراهم؟ وين راهم هذوك الدراهم؟ راك تشوف بارادوكس. الا بغيت ربي دير تاع زلزال الحوز، خليني نكبرك هنا في ذكرى تاع زلزال الحوز في اليوتيوب ولا شو تشوف. الدولة التوسعية وعينا ما نتكلم على الدولة ديكتاتورية وعينا معنا. كلما طبقه العلويين على الريف الحبيب وطبق على الشعب الصحراوي تماما، لأنهم قصفوا الريف بالنابالم وقصفونا بالنابالم والفوسفور الأبيض، وهجروا الريفيين قبلنا وهجروا الشعب الصحراوي كذلك. لولا لطف الله والجزائر الحبيبة مكة الثوار اللي استقبلت الشعب الصحراوي الهارب من القصف وجبروت المخزن والاعتقالات وإلى ما ذلك. أولا نشكركم كثير لأنكم أخ قرادة، لأن دائما كتجبد مواضيع مهمة خصوصا على تاريخ المخزن القديم والحديث. ولكن السؤال المطروح، أتحدى أي عياشي يعطيني السؤال اللي ما لقيت له جواب، يعطيني سلطان أو ملك مغربي لم تثبت في حقه خيانة. سلطان أو ملك، الملوك اثنان والسلاطين كثر، يعطيني سلطان أو ملك لم تثبت عليه خيانة، تاريخهم كله خيانة. كي يثبت الرجولة تاع السلاطين هذوما يقدر يثبت لك الخيانة. صح، لأنه شوف والله لا نطعن في أحد، ولكن هذه حقيقة. شوف حتى هذا المقلش لوذين والله ما كيشبه لباه، ومحمد السادس لا يشبه الحسن الثاني، والحسن الثاني لا يشبه محمد الخامس، ومحمد الخامس لا يشبه لأبوه. يعني عائلة ملقطة بصريح العبارة. يعني من هذو موظفين لدى فرنسا، وفرنسا من وضعتهم. وتاريخ الريف أقدم لتاريخ المغرب. يجي يطلع عندك عياش يقول لك أنا المغرب التاريخ، والمغرب 12 قرن، والمغرب أقدم منهم الريف، أقدم منهم عملة، وأقدم منهم أرض، وأقدم منهم تاريخ وجهاد. ولكن للأسف تاريخ يحرف ويديروا فيه اللي بغاو،
ووصلوا النتيجه، والنتيجه رانا كنشوفوها اليوم بعينينا. شعب مكلخ، شعب مفقر، شعب يعني مهجر. ولكن بيني وبينك والله ما عندي والله الا سر بابهم. شفت هاد المرار كادو والله الا سر بابهم. داكشي اللي دايرين فيه العلويين انا والله الا مبرد لي قلبي. هارب في قوارب الموت، والله هارب في شاحنه من اسفل الشاحنه ديال موصل لقطاع البحر. نهار اللي كيصايب وراقيه كيدير تشويكه في راسو ولا كيدير ترطيبه ويخرج للشوارع مظاهرات، وحنا مع سيدنا وحنا مع ارضنا وحنا مع مغربنا وحنا. هذا سر بابهم القمع. والله هذا الشعب هذا المنبطح والله ما يعرفوا قد العلويين. زعما غير تمد غير تعطي كيفاش؟ بلد معطاء غير تمد زعما تجي صهاينه تمد لهم، يجوا لي فرونسي تمد لهم. وخليوا الصهاينه، انتم الفرنسيين راه كادينكم كلكم، الفرنساويين راه كادين الجزائر كامل. انا نهضروا معك باحترام، هضر معنا باحترام. مش حوار هذا حافظ ما لا قلت لك لماذا المروك معطاة يعطي ثم يغي يعطي اللي يجي يعطي له. ثقيل بزاف. نقذفوا المحصنات. لا احنا ما نسبوا، قلت لك زعما انتم تمدوا تعطوا الاراضي، تعطوا كيما الاراضي. لا خذي هذيك الاراضي ديال الاراضي شفتيها انت؟ هاد الاراضي اللي كتهضر عليها شفتيها؟ راه يدوكم هذا اراضيكم فاهم. حاج 34 اراضي 34 داوها اليهود. السلام ورحمة الله تلاهاو برواحكم اصاحبي، تلاهاو برواحكم. المروك راه ما تديو منه المروك، تلاهاو برواحكم. راكم غارقين سلام اسكت. واسي احمد كتسمعني؟ واسي احمد راكم غارقين مشاكل. واسي احمد كتسمعني؟ سير اخويا سير، سير اخويا سير. واسي احمد كتسمعني؟ كنسمعك اخويا. وياه واسي احمد باغي نسولك شي حاجه عافاك. وقول لي الغواصه ديال اسبانيا فين غبرت في الرباط؟ اش من غواصه؟ اش من غواصه؟ غواصه ديال اسبان ومن ناويكم الدخله للسبته. هاد الهضره راه عندكم انتم، شوفوا هاد الهضره راه عندكم غير انتم. الهضره هادي راه عندنا غير حنا. يا خويا نجيب لك الدليل. غير انتم خويا نجيب لك الدليل. خويا قول لي نجيب لك الدليل ما نجيبلكش. جيب لي الدليل. هيا جلس هنا في القصه جاي. سير. هيا غادي نجيب لك الدليل وتشوف بعينك. انا بصح انا ما سبيتك ما ولا قلت لك لماذا. شوف هل سمعتم ان الامير عبد القادر كان حرقي في يوم من الايام؟ ما كانش. هل الامير عبد القادر؟ اقرأوا هذا الكتاب عنوانه لي غران سولدا دو لالجيري، يعني جنود الكبار نتاع فرنسا في الجزائر. بيجو، كافينياك، روفيغو كذا كذا، والامير عبد القادر من جنود فرنسا. كيف ينظر الجزائريون الى الامير عبد القادر عندما يعلمون انه جندي من حركي، انه حركي مع حركي واحد اخر؟ كاين حركي الوحيد اللي عطاته فرنسا كراد جينيرال هو هذا، وهذا خذات فرنسا عطاته شارع، اسم شارع في الجزائر العاصمه. بصح الامير عبد القادر ما دارتلوش شارع. هذا مصطفى بن اسماعيل، مصطفى بن اسماعيل جنرال، اول واخر جنرال في عهد فرنسا. يعني ولهذا ولأول مرة نقول هذا ما أشعر به أحس به، لأول مرة أخاف من فرنسا في المعركة اللي رايحين نفتحوها معها، اللي هي معركة الذاكرة. أنا أخشى أن تغلبنا فرنسا.
اذا اخوتي كان هذا هو الفيديو ديالنا اخوتي، تنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم بخصوص الموضوع في التعاليق. اخوتي اللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل جرس الجرس، اللي يقدر يدعمنا بشي تعليق بشي لايك باي حاجه يقدر عليها، فشكرا له. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.